لك يا إمام بجد ما تخلّي الدنيا كده تكِن وتستكِن بدل ما الدنيا تِوِن منّك، صدّقني أنت جمهور الأهلي لو عافقك بعد اللقطة ديّة لا هيعمل من فخادك بُكرة شاورما فراخ. أصل أنت من الآخر يا عم الحاج مش أعَز عندهم كان من رمضان صبحي، يعني أنت بتتكلّم رمضان صبحي وقت ما اتّنِك وبتاع مش عارف كان مين هيثم عرابي والّا كان مين ساعتها مدير التعاقدات، قال له: "يا باشا أنت معاك ساعة إيه أنا هاخُش دلوقتي أعمل لي كوباية شاي عقبال ما السُكّر يدوب تكون ردّيت عليّا." وراح جه طَق قفل السكة في وشّي. فأنت بقى يا باشا عايز تيجي بعد الليلة دي كده كلّها وتقفل بقى وتعمل وتيجي تقول أنا ومش أنا، بس يعني مع احترامي ليك برضه يعني مش للدرجة دي برضه، ما أنت مش رونالدينو يا عم الحاج. ما هو برضه يا جدعان حطّوا نفسكم مكان اللعيب برضه بقى يعني بغض النظر عن الطريقة، بس أنا باكلمك دلوقتي المفروض إن إمام عاشور جه لقى نفسه إن هو بياخد كان 50 مليون جنيه، رُحنا جبنا زيزو ب100 مليون، بندّي له 100 مليون غير بن رمضان مش عارف بياخد كام مليون دولار، غير أشرف بن شرقي بياخد مليون ونص دولار، غير ديانج اللي كنا مش عارف عايزين نجدد له ب2 مليون، طب فين حق ميمس يا صاحبي من الليلة دي؟ وأنت أساسًا جيت لجمهور يعني إحنا كجمهور أصلنا على تاني إيدينا يا عم الحاج أنا هاكدب عليك؟ ما أنا أصل أنت مشغّل عندي من النادي يا عم الحاج، راح القرد جبنا مكانه غزال مش حوار يعني، أنت في منّك وفي 1000 كمان شبهك، 100 فعلًا مش حوار، بس أنت تحاول على قد ما تقدر ترزمن الفترة اللي جاية ديّة لإن الموجة اللي جاية عليك هتبقى عالية أوي، هتبقى عالية جدًا ما فيهاش بقى من زغري وما فيهاش من جبري وما فيهاش من الكلام دوّة خالص، أنت اللي جاي عليك من الجمهور سواد، سواد بمعنى كلمة سواد.